خطة التغيير السريع لكأس العالم. إذا كنا عاوزين نروح نعمل حاجة، أولا كده وبدون مقدمات، في كام لاعب من القائمة الحالية اللي كانت موجودة مع حسام حسن في كأس أفريقيا هنبقى عليهم، زي عمر مرموش وإمام عاشور، ومعاك مصطفى شوبير ومحمد صبحي. في برضه محمد هاني هنبقى عليه علشان طبعا مفيش باك يمين وفي ندرة في المكان ده لحد ما يظهر حد. وهيبقى موجود طبعا رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد مع عودة محمد عبد المنعم. طبعا هيبقى معانا برضه احمد فتوح، لان طبعا مفيش حد في المكان ده زي ما شفنا كده محمد حمدي والاصابه الرباط الصليبي اللي جات له في كاس افريقيا. نجوم اللي تالقوا في افريقيا هنبقى عليهم زي مروان عطيه وحمدي فتحي. ومحتاجين طبعا ندي فرصه اكبر لمحمد شحاته والمحمود صابر والابراهيم عادل ومصطفى محمد، ده بقى لازم يلعب. ثانيا بقى وده الاهم، في لاعيبه مصريه يا جماعه مزدوج الجنسيه. مزدوج الجنسيه يعني ايه؟ لعيبه عندها الجنسيه المصريه مثلا والجنسيه الالمانيه، الجنسيه المصريه والجنسيه الاسبانيه، مع مثلا جنسيه مصريه وجنسيه انجلترا كده. اللعيبه ديت عندها استعداد كامل ان هي تنضم لمنتخب مصر، ولكن في حاجه واحده بس بتقابلهم وبتصعب الامور: الاجراءات. سهل لهم اجراءاتهم وضمهم لمنتخب مصر واديهم فرصه، هيكونوا احسن بكتير قوي من اللي موجودين حاليا في الدوري المحلي. وفي اسوأ الظروف لو هم وحشين مش هيكونوا اوحش من اللي موجودين، لان طبعا اللعيبه ديت متاسسه صح من صغرها، لان هم اتربوا بره وعاشوا بره. والمغرب والجزائر قطر والامارات والسعوديه كل ده بيعمل كده دلوقتي. انت بتعتمد على اللعيبه المحترفه بره اللي اتربت في بيئه كويسه وبتضمهم. احنا عندنا مصريين واللعيبه اصولها مصريه وبيتمنوا ينضموا لمنتخب مصر، فلازم نبحث عنهم ولازم نضمهم. وانا هقول لك على بعض الاسماء اللي معروفه لبعض الناس واللي لازم ان احنا نبحث عنهم ونضمهم في اسرع وقت ممكن. في لاعب اسمه تيبو غابرييل بيلعب في ماينز الالماني، وفي سليم طلب بيلعب في هيرتا برلين، وعندك عمر عبد المجيد هامبورج الالماني، وفي كاميرون اسماعيل اسمه كاميرون اسماعيل بيلعب في ارسنال. انت متخيل؟ وفي كريم احمد ليفربول الانجليزي، وعمر فايد بيلعب في فنار بخشة التركي، هيثم حسن فياريال الاسباني، سوني شارلس بلوتون الانجليزي، ورضوان حمزاوي اوكسير الفرنسي، وغيرهم كتير قوي من اللاعيبه المصريه مزدوج الجنسيه اللي يتمنوا يلعبوا في منتخب مصر. بس انت تسهل لهم الاجراءات وتدور عليهم وتجيبهم وتحتويهم، هتلاقيهم بيطلعوا نار من بقهم وهتلاقيهم متالقين. وآن الاوان بقى ان يبقى عندنا منتخب قوي، يبقى عندنا منتخب مدمج من اللعيبه المميزه في الدوري المحلي وبين اللعيبه ديت اللي محترفه. انت مش محتاج ان انت تطلع محترفين وتستناهم، لا، اللعيبه اوريدي موجوده ومحترفه ومتالقه في انديتها في اوروبا، واللعيبه متربيه بره، واللعيبه عاوزه تشارك مع المنتخب، يعني عندهم الرغبه. انت بس تسهل لهم الاجراءات. لعيبه كتير قوي من اللعيبه ديت جت مصر وحاولت واتكلمت وتواصلت عشان خاطر تنضم لمنتخب مصر، ولكن المسؤولين عندنا لا مبالاه، محدش عاوز يتعب طالما مفيش مصلحه، فكله كان بيدي ظهره للعيبه ديت. فبالتالي اللعيبه بتكسل تقول لك انا هتعب نفسي ليه اذا كان هم مش عاوزين، وبيفضلوا زي ما هم بره. لا، انت اتعب ودور عشان خاطر البلد دي. مصر يا جماعه بلد كبيره ومنتخب كبير، 7 افريقيا. المغرب ما بتبصش للدوري المحلي قد ما بتبص بره. معظم اللعيبه اللي في المغرب ديت ما تربوش وما اتولدوش في المغرب. نفس الوضع الجزائر ونفس الوضع تونس والامارات وقطر وكل المنتخبات العربيه اللي بتعمل كده دلوقتي. اللاعب يا جماعه في مصر بيستنى لما يوصل سن ال 30 سنه عشان يتقال ان هو مش ناشئ. لا، احنا محتاجين نغير العقليه دي ومحتاجين نبدا من بدري ونبدا وندور على اللعيبه من تحت ال 20 سنه. عمر خضر وعمر سيد معوض، حمزه عبد الكريم وعمرو خالد بيبو، وغيرهم كتير قوي 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 من الشباب المميزين الناشئين اللي طالعين في الاهلي وفي الزمالك وفي بيراميدز وفي الاسماعيلي وفي بتروجيت وفي الاتحاد السكندري وفي انبي وفي كل الانديه في الدوري المصري وفي الدرجات الادنى. يا جماعه في مواهب، ندور ونطلع الناشئين ونديهم فرص، نعمل منتخب شباب قوي، نعمل منتخب اولمبي قوي، وبالتالي يمتدوا ويوصلوا للمنتخب الاول جاهزين. لازم كنا نعمل كده، ولازم وخلاص اللي حصل حصل، نبتدي من دلوقتي. لازم تغيير شامل في الكرة المصرية. اتحاد كرة لازم يشتغل، لو مش هيشتغل يسيب المهمة لحد تاني يشتغل. وزير الشباب والرياضة مع احترامنا ليه، محتاجين وزير جديد ومحتاجين رؤية جديدة، لان اللي بيحصل ده يا جماعة والله العظيم غلط. احنا مفيش تقدم، احنا بقالنا كام سنة بنرجع لورا بس، احنا مفيش السيارة ترجع الى الخلف. دي خطة سريعة شاملة لكأس العالم اللي خلاص كمان كام شهر، ممكن نعملها بسرعة وممكن نكون منتخب كبير بدل ما نروح بنفس القائمة اللي كانت معانا في أفريقيا ونتفضح ونرجع
ايد ورا وايد قدام زي ما كنا بنعمل قبل كده. لو عاوزين تروحوا وترجعوا ايد ورا وايد قدام يبقى ارمي كل اللي انا قلته ده على جنب ومش مهم خالص، وناخد نفس القايمه ونروح هناك ندافع ب 20 30 40 لاعب لحد ما يدخل فينا هدف في الثاني في الثالث، والماتش يعدي في الثاني في الثالث، ونقوم جايبين اول طياره وراجعين على مصر. ما تبصش ان كان ده غني او ده فقير او ده معاه واسطه او ده ما معهوش. بص لمصلحتك ومصلحه بلدك، ودور على المواهب المدفونه في الكوره وفي النجوع وفي المحافظات. انزل ودور، دوري المحترفين، دوري الممتاز ب، دوري الدرجه الثالثه، انزل ودور. في لعيبه اصلا ما بتلعبش في انديه ولا في دوريات وموهوبه جدا. عاوزين نعمل منتخب تقيل، يبقى ننزل وندور ونمشي بعدل ومساواه وندي لكل واحد حقه.